ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. أخبارنا كالعادة سريعة لكنها تهم الأهلاوية وتهم الزملكاوية، وبرضو مش هضيع لك وقت في شير ولايك والقناة، وهسيبها لك انت وهقول لك احنا معانا أخبار الأهلي، آخر أخبار الأهلي، معانا آخر أخبار اللاعب المصري في الدوري التركي اللي عامل قلبان على الإعلام، اللي اختار الأهلي وفضل الأهلي على بيراميدز، ومعانا تصريحات أستاذ عماد البناني المثيرة للجدل. فنشوف الأول كالعادة، بنبدأ بأخبار الأهلي وبعد كده بنكمل. بس الأول قبل ما أبدأ في أخبار الأهلي، إذا كنت متابعنا على اليوتيوب أو على الفيس كمل الفيديو واسمع، هتفيدك الأخبار وهتعرف أخبار جديدة. في تصريح كده قاله أستاذ عماد البنان مثير كده وغريب، اللي هو إيه؟ قال لك أستاذ عماد البناني اللي هو المدير التنفيذي للزمالك الجديد أو رئيس الزمالك المؤقت، قال لك يا جماعة إحنا الزمالك كان عليه ضرايب مليار و200 مليون، قدرنا في 24 ساعة نخليهم 400 مليون بس. سمعنا حضرتك؟ مليار و200 مليون في 24 ساعة قدرت اخليهم 200 مليون بس. على اساس ايه قدرت تخليهم؟ يعني انا رحت مثلا قلت لهم عشان انا رئيس الزمالك الجديد فليا ديسكاونت، ليا خصم؟ تصريح غريب. انا لو في السوق مثلا وبشتري فاكهة والراجل بيقول لي كيلو المانجا ب 100 جنيه، لما اقوله ب 30 جنيه اصلا هيمشيني. ده لو مشاني وايه وما اجريش ورايا يعني. فما بالك انت بتقول مليون، بتقول مليار و200 مليون في 24 ساعة خليناهم 200 400 مليون؟ ولا في السوق حتى يحصل كده، ولو فصال في السوق مش هيبقى ينفع كده. ده تصريح طبعا غريب، مش منطقي وما كانش المفروض يتقال. بس برضو عرفنا ان مصلحة الضرايب طلعت ونفت الخبر تماما، او نفت ان في حصل تخفيض. لا، الفلوس زي ما هي يا جماعه، وما تقدملناش من الزمالك اي التماس ولا اي ورقه تقول عاوزين نخفض ولا اي حاجه، ان بالعقل ده كلام مش منطقي. طيب نسيب الخبر ده بقى على جنب ونشوف اخبار الاهلي. زي ما قلنا الاهلي يا جماعه مش محتاجين نقول ان هو اكبر نادي في مصر، اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي في الشرق الاوسط ببطولاته بارقامه زي ما احنا عارفين. فانت بالتالي اما تيجي تتحدى الاهلي، او تيجي بلاش كلمه تتحدى دي، اما تيجي تقول قرارات للاهلي، اعرف ان الاهلي ده مؤسسه، يعني عنده اداره فاهمه، عنده استقرار، عنده كذا، فاهم ايه اللي ليه وايه اللي عليه. فانت انا رايح بطوله مهمه، بطوله رسميه بالنسبه لي، اللي هي السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه الجزائري. فقلت لك انا محتاج لعيبتي لان دي بطوله مهمه، وانت او بطوله رسميه، وحضرتك كده كده المنتخب المصري صاعد، وبطوله وماتش ودي بعد كده مع تونس، فبالنسبه لك مفيش مشكله. هل الاهلي طلب الاهلي ده يبقى مشروع تمام، ولا طلب الاهلي ده غلط؟ انا اقول لك، لو انت مشيت صح حسب اللوائح مع كل الانديه كده يبقى طلب الاهلي ده غلط. لكن لو انت ما مشيتش كده يبقى طلب الاهلي صح حسب اللوائح. ازاي؟ حضرتك جيت في بطوله في ماتش ودي زي ما قلنا، او بطوله وديه عشان الناس ما تزعلش، اللي هو كاس لوسيل، وجيت ساعتها قلت الزمالك محتاج لعيبته مع ان هي وديه اصلا، ماتش ودي، خلاص نسيب لعيبه الايه الزمالك، بلاش، مش محتاجينهم في المنتخب. طب انا في بطوله رسميه وماتش سوبر رسمي وقوي، فلازم اطالبك زي ما انت عملت مع الزمالك تعمل مع الاهلي. ده منطقي، انت سنيت حاجة او وضعت قانون يبقى على الاندية كلها. فبالتالي انا شايف طلب الاهلي ده مشروع، الا لو انت ما عملتش كده مع حد قبل كده. طيب فيتوريا قال لك لا، طب انا هاخد 3 الماتش الاولاني وارجع لكم ال3، بس اسيب محمد عبد المنعم، ارجع لك الشناوي ومروان عطية تمام ومحمد هاني، وهاخد محمد عبد المنعم. الاهلي رفض قاطع، بما انك انت بتعاملني باللوائح فانا عاملك باللوائح برضو نفس الموضوع،
وحاجة من عندي كمان يا عم، قرصة ودن صغيرة، الأهلي قام مطلع بيان طلب فيه طلبين. قال لك أولا أنا عاوز أعرف البطولة الجديدة السوبر يعني، اللي هي بين بطل الدوري وبطل الكاس، هل هيحصل فيها تغيير؟ يعني هتبقى من طرفين دول بس ولا أكتر؟ ولو هي نفس البطولة، أنا البطل التاريخي للبطولة دي وحامل اللقب، فبالتالي عشان أدخلها يبقى أنا بكمل وبدافع عن اللقب بتاعي، يبقى هي نفس، بكمل على القديمة، مش تعمل لي حاجة جديدة وأنا شكرا اللي فات ده اللي أنا حققته وتعبت فيه ما يبقاش لي لازمة. لا، أنا بدافع عن اللقب بتاعي، وانا حامل اللقب التاريخي وحامل اللقب فعلا الاهلي، فبالتالي احنا مستنيين منك توافينا بالاخبار. طب امال فين قرصة الودن في كده اللي جاي؟ اللي انا مش هشارك في اي بطولة مستحدثة، تسميها بقى بطولة النخبة، تسميها بطولة مش عارف الرابطة، تسميها ايه، لان انا مش فاضي وعندي بطولات كتير بشارك فيها. طبعا الاهلي او ادارة الاهلي عارفة ان انت كده بتضرب البطولة دي تسويقيا. الاهلي اي بطولة ما يشاركش فيها بيضربها تسويقيا. جماهير الاهلي بالعدد الكبير وتاريخ الاهلي وشعبيه الاهلي تضرب لك البطوله تسويقيا. فانت بتعمل قانوني وانا بعاملك قانوني، انت بتاخد حقك انا باخد حقي. فقال لك من غير ما اعرف تفاصيل البطوله انا مش هدخل بطولات جديده. ونقول لكم البيان كده الاهلي قال ايه. الاهلي هنا بيقول الاهلي يخطر اتحاد الكره بموقفه من السوبر والبطولات المستحدثه. النادي الاهلي ارسل النادي الاهلي اليوم خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على أنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكاس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله بالمشاركة فيها، سواء بنظامها الحالي حال تعديل نظامها، استمرارا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة. وأكد الأهلي في خطابه على ضرورة تلقيه من اتحاد الكرة وبشكل عاجل شروط البطولة. يعني عرفني راس من رجليا، ما تعمليش بطولة جديدة باسم جديد واللي فات ده يتردم عليه، لا ما ينفعش. وتفاصيل حقوقها التسويقية وجوائزها المالية، حقه الأهلي، حقه ايه الحقوق التسويقية بتاعتي هكسب من وراها ايه، ده حقه. وبخصوص أي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد، قال الأهلي، قال لك ايه بقى في خطابه: نخطركم مبكرا وقبل الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذه البطولة بأن النادي يجد صعوبة بالغة في المشاركة فيها في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية، خاصة وأن فريق الأهلي ارتبط رسميا بالمشاركة في البطولة الإفريقية الجديدة، الدوري الإفريقي لكرة القدم، بجانب بقية المسابقات المحلية. يعني يا باشا أنت بتزنقني مع انك انت عملت الحكايه دي مع نادي قبل كده وسبت العيال، فانا هحطك في خانه اليك يا باشا، وشوف هتعمل ايه وفكر فيها وبراحتك. زي ما قلت لكم احنا مش بتكلم عشان انا اهلي وبدعم الاهلي وانا اهلاوي، لا، انا بقول انت سنيت قانون في نادي قبل كده انت سبت له لعبته، فبالتالي لما يجي يطالب الاهلي يبقى انا بطالب بحقي. هي دي كل الموضوع. ده بالنسبه لايه، لاخبار الاهلي. تعالى بقى للاعب اللاعب الحريف اللي بيلعب في الدوري التركي، اللي كان حديث الإعلام وفضل إن هو يجي الأهلي أو يلعب للأهلي عن إن هو يروح بيراميدز. اللاعب اسمه حازم حسين الشهير بزوما، ده بيلعب في الدوري التركي وأصبح حديث وسائل الإعلام دلوقتي. طيب إيه الخبر بتاعه؟ وكيل اللاعب اللي هو أحمد عيد، وكيل اللاعب، تلقى مكالمة هاتفية من أحد المسؤولين من نادي بيراميدز للتواصل مع اللاعب وتقديم عرض ليه، عرض مغري كمان. طب كان ايه رد اللاعب؟ وطبعا بيراميدز كان عاوز اللاعب يمضي عشان يلحقوا بمعسكر
تركيا. فاللاعب كان رده حازم حسين قال لنا قال احمد عيد لاعب حازم حسين لما نقاش هذا وكان رغبه اللاعب حازم حسين الالتحاق بالنادي الاهلي لانه اكبر في افريقيا من حيث البطولات والشعبيه. ويا عم حازم بنشكرك يا عم حازم على انتمائك وعلى اللي انت بتحب النادي الاهلي، واحنا اللي بيحب النادي الاهلي بنحبه. ودي كانت اخبار الاهلي، وكان اخبار استاذ عماد البنان. تعالى بقى اقول لك خبر جميل قوي، اللي هو ايه؟ خبر كابتن ميدو. كابتن ميدو بيقول لك رجال مرتضى لا زالوا متواجدين في الصورة ولن نسمح لهم بالعودة للصورة وتمثيل النادي من جديد، والحرب بدأت على رجال مرتضى. مين يا عم اللي بيقول الكلام ده؟ قال لك ميدو. لا، امال فين انا وامير هنقابل شركائنا والنادي هيبقى اغنى نادي في الشرق الاوسط؟ امال احنا انا ومرتضى ايد واحده راحت فين؟ هسيب لكم التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.